فيديو جديد. في هذا الفيديو كما شفتوا في الصورة المصغرة غادي ندويو على أحداث حرب السودان. هذه الأحداث اللي هي أحداث لا تفرق على أحداث اللي وقع في فلسطين، غير الفرق الوحيد هو أن الإخوة كيقتلوا الإخوة، بمعنى السودانيين اللي هما القوات المسلحة كتحارب مع القوات الخاصة السودانية، والضحية هو الشعب السوداني اللي تعرض لواحد المجاعة كبيرة وواحد الأضرار خطيرة. هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو، ولكن بعد واحد الانترو قصير. ولكن قبل من هادشي كامل بغيت ناخذ منكم واحد الدقيقة. شفت بزاف في السوشيال ميديا أن قليل اللي دواو على هذا الموضوع، والسودانيين فهم راه إخوة عرب ومسلمين بحالنا وبحالهم بحال الإخوة الفلسطينيين. فكنتمنى من الناس يدويو على هذا الموضوع، وكنعتذر مرة أخرى على هذه الغيبة اللي كانت طويلة فقط لأسباب شخصية وأسباب صحية اللي خلتني أنني نغيب واحد المدة ديال 9 أيام حتى 10 أيام على التنزيل في القناة. وحتى الدعم اللي هو قليل، بحيث اكثر من 80 ولا 88% من اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي ما كيشتركوش، فقط واحد 16% حتى 14% اللي مشتركه في القناه. فإلا شتي هذا الفيديو كنتمنى منك انك تهبط ودير زر الاشتراك، وما تنساش اللايك ودعم هذا المحتوى. ماشي على ودي، على ود بحال هاد الناس ولا بحال هاد المأساة توصل لبزاف ديال الناس وترجع تريند عالمي باش الاخوه ديالنا في السودان يرجعوا مزيان ويكونوا بخير. نتلاقاو بعد الانترو قصير ونبداو الفيديو ديالنا. رجعنا لكم واحد الانترو قصير ونبداو الفيديو ديالنا. من ابريل 2023 السودان ولات ساحه حرب مفتوحه، جيش ضد جيش، اخوه البارح ولا خصوم اليوم. مدن كامله تحولت الانقاض، ملايين ديال الناس هربوا من ديورهم، والعالم كيشوف بصمت كارثه انسانيه من بين الاخطر في افريقيا ولا ما بين الاخطر في العالم. هادشي كامل شنو اللي وقع بالضبط، وشكون اللي كيتحمل المشهد، وشكون اللي هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال هذه الحرب ولا ديال هذه الكارثه الانسانيه اللي وقع في السودان، لدرجه وصلت ان ناس ما لقاو ما ياكلوا ولا ما لقاوش فين ينعسوا، ولات ساحه حرب كامله في جميع ولا جول المدن السودانيه. فشكون اللي كيتحمل هذا الشيء وكيفاش بدات هذه القصه؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفوا دابا. بدات القصه بعد بدايه الحرب في 15 ابريل 2023، يعني هذه واحد العام تقريبا بدات هذه الحرب من بعد سقوط الرئيس السوداني في 2019. فكان بالضبط ان اللي خاصو يشد الحكم ولا اللي تولى الحكم مؤقتا بعد ما يجي واحد الاستفتاء ولا انتخابات شعبيه اللي يطلعوا رئيس اخر جديد، فكان مؤقتا شدوا يعني القوات المسلحه ديال السودان هما اللي تولاو هذه المهمه، ولا العسكر كما كنعرفوا كاملين هما اللي تولاو هذه المهمه وقدروا انهم يشدوا هذا البلد ويقدروا ينظموها بواحد الطريقه اللي يعني عاديه بما يرجع للاستفتاء ولا الانتخابات السودانيه. ولكن الغريب في الامر ان دازوا بزاف ديال السنوات من 2019 ل 2025 وحنا على عتبه 2026 وباقي ما داروش الانتخابات السودانيه، بل ظهر واحد الطرف جديد في هذا الحصار ولا في هذه المعركه، واللي بغى حتى هو يشد البلد ولا ينقسم الحكم ما بيناتهم، واللي هما القوات الخاصه السودانيه ولا الدي اف اف ولا الدي اف اف سي، اللي هما القوات الخاصة السودانية اللي قادرين انهم حتى هما قالوا اننا بامكاننا نشدوا الحكم، وبداو الصراعات ما بينهم وما بين القوات المسلحة السودانية. فهاد الحرب كيفاش نشأت ولا كيفاش بدات؟ وقلنا الصراحة ان هاد الحرب راه ماشي في الصالح ديال السودانيين ولا الاخوة السودانيين، لا، الحاكمين اللي هما هاد القوات المسلحة وكذلك القوات الخاصة ما في صالح حتى شي واحد، والمتضرر الاكبر هما الاخوان ديالكم والاخوان ديالنا حتى حنا السودانيين. فنشوفوا كيفاش بدا هذا الشيء ونبداو نفصلوا في هذا الشيء كامل، وفي الاخر غنتمناو واحد الحل ولا غنقول لكم واحد الحل اللي هو باين، واحد الحل اللي غادي يرضي الاطراف كامله. هذه المواجهه كانت نتيجه صراع على السلطه بين الطرف الاول اللي هو ار اس سي اف ولا ار سي اف المختصر ديالها، بالقياده ديال محمد حمدان دقلو. هاد محمد حمدان دقلو اللي هو الرئيس يعني ديال هاد يعني ديال هاد الميليشيات ولا الرئيس ديال هاد القوات الخاصه، اللي قال حتى هو انه خاصو يحكم وخاصو يتولى الحكم ديال البلاد مع بوحدو، يعني يكون هو المتولي ديال الحكم ديال البلاد بلا ما يشوف الشعب السوداني شنو بغى ولا يشوف الاستفتاء ديال الشعب ولا الراي ديال الشعب السوداني في هذا الشيء. يعني هذا الشيء ما عجبني
غيعجبش بزاف ديال الشعب السوداني وما غيعجبش الطرف الاخر اللي غنتحدثوا عليه دابا. منذ البدايه ديال الحرب خلات تاثير كبير، اكثر من 12 حتى 13 مليون شخص هجروا، وملايين ديال البيوت تهدموا، وملايين ديال الناس بقاو في واحد المجاعه اللي هي كبيره وكبيره بزاف. العاصمه الخرطوم كانت ساحه معارك. الجيش حقق بعض المكاسب في المدينه، مثل قالوا انهم سيطروا على مقر القياده العامه في الخرطوم بعد حصار طويل من ار سي اف. هاد الار سي اف هي القوات الخاصه اللي قلنا بقياده حمدان، والطرف الاخر اللي هما الجيش ولا القوات اللي يعني العسكر العاديه، قوات مسلحه مثل القوات المسلحه الملكيه ديالنا هنا في المغرب، اللي حتى هما دخلوا على الخط واللي هما حكموا البلاد مؤقتا. شحال هادي يعني من 2019 لدابا باقيين حاكمينها، ولكن هاد القوات ديال الار سي اف غادي تدخل على الخط وحتى هي غادي تبغي انها تحكم البلاد، وغيبدا الصراعات ما بين هاد الطرفين بجوج. في الغرب ديال السودان تحديدا منطقه دارفور على اعتذر اظن ان اسمها دارفور، الار سي اف استولوا على مدن مهمه وارتكبت جرائم كبيره ضد المدنيين، مثل سقوط مدنيين الفاشر سيطرت عليهم الار سي اف. قالت انهم غادي يوليو منطقه مأساويه من الناحيه الانسانيه. كان واحد النقص كبير وكبير في الموائن الغذائيه، وكذلك في الفرشه المياهيه، وكذلك في المأوى اللي كيعيشوا فيه الاخوه ديالنا السودانيين. فكيفاش نشأ هذا الشيء ولا علاش نشأ هذا الشيء؟ نشأ هذا الشيء بالضبط في 2022 2023. فالقوات الخاصه ار سي اف ولات كتشوف ان القوات العسكريه انها ماشي بوحدها اللي خصها تحكم البلاد، وهذا الشيء ماشي منطقي. فالقوات الخاصه اللي هي الار سي اف بقياده حمدون دخلات وبغات انها تبدا انها حتى هي تحكم، وقالت تحت شعار انهم القوات العسكريه ما كيديروش الخدمه ديالهم وما كيعاونوش الشعب، والشعب ولا عايش واحد الحاله مأساويه منين طاح الرئيس في سنه 2019 22 دجنبر. فهاد الشيء اللي بداو كيشوفوا انهم هاد الشيء ما خاصوش يكون، وخاصهم يتدخلوا حتى هما على الخط ويحكموا البلاد. فبدا صراعات كبيره، وبالضبط انطلقت من العاصمه الخرطوم وبدات كتوسع في مناطق اخرى، بحيث ولا واحد التقسيم جغرافي لمدينه السودان، السودان الشرقيه والسودان الغربيه، وبداو واحد الصراعات كبيره ما بين هاد الطرفين، شكون اللي غادي يشد الحكم ولا شكون اللي غادي يتولى الانظمه الحكميه والرئاسيه والمجالس ديال هذا البلد. فبداو واحد الحروب كثيره، كانت مره كيربح فيها الطرف العسكري ومره كيربح فيها الطرف ديال القوات الخاصه، حتى سنة 2024 2025 اللي بدات القوات الخاصة كدير واحد المجهود كبير باش انها تحاصر هاد القوة العسكرية، وبدات بصح كتحاصرهم في بعض المدن، وقدرت انها تدخل وتوسع في العاصمة الخرطوم اللي هي المركز يعني الاساسي ديال القاعدة العسكرية ديال القوات المسلحة السودانيه. وقدرت انها دير واحد التطور كبير، وقدرت انها تسيطر على بزاف ديال المناطق، واللي مشى ضحيتها العشرات الملايين ديال السودانيين. بحيث ان هذه القوات الخاصه ار سي اف كتقول اننا كنحاربوا القوات العسكريه من اجل الشعب، ولكن هذا الشيء فقط في المنظور ديالهم، بحيث هما براسهم كانوا كيعذبوا الشعب. وظهرت بزاف ديال المقاطع انهم كيشدوا الشعب وكيعذبوه، وكيمشيو لذاك القرى النائيه وكيشدوا بزاف ديال الناس فقط للتسليه، كيستفوهم وكيديروا فيهم ما بغاو. ففهموا اليوتيوب ما كتخليناش ننشروا بحال هذا الشيء ولا نقولوا بحال هاد الكلمات، فكدير فيهم ما بغات، وكيتوفاو داك الناس بواحد الطريقه اللي هي مأساويه، وبفضل ولا يعني من طرف هاد الار سي اف ولا القوات الخاصه اللي كيقودها حمدان. يعني كنشوف واحد المناظر اللي هي مأساوية. الشعب السوداني من سنة 2019 ولا قبل هو أصلا متضرر بلا حروب، وكيتضرر بأنه ما عندهمش المأوى، ما عندهمش المؤن الغذائية، ما عندهمش واحد الفرصة مائية كافية. للشعب السوداني كيعيش واحد المجاعة كبيرة، وعززهم هاد الحروب اللي ماشي في الصالح ديالهم، واللي ولينا كنشوف واحد المظاهر مأساوية كتار من فلسطين، والناس كتموت بالجوع، الناس كتسخف، الناس ما عندها ما تاكل ما تشرب، واطفال صغار كيتعرضوا لمجازر بشريه من طرف هاد الار سي اف ومن طرف ناس واحد اخرين. ف يعني العسكر ولا القوات المسلحه العسكريه ديال السودان ضروري غيكون عندهم واحد رد فعل، وبدا عندهم هذا الرد ديال الفعل، وقدروا طبعا انهم يرجعوا السلطه ديالهم ولا يرجعوا الحصار ديالهم على بزاف ديال المدن، وبداو كيرجعوا يعني المياه لمجاريها، وبدات كتهدأ شويه هاد الصراعات فقط
يعني في العاصمة بدات كتهدأ، ولكن في النواحي باقا واحد شوية ديال المشادات بيناتهم. وآخر تطورات قالوا أن الجيش السوداني قال أنه بدأ كيستعيد زمار المبادرة. ووزير خارجية هذا البلد قال إن الحرب قريبة من نهايتها. نظرية الانتصار المعلنة، ولا النظرية اللي كيقولوا اللي كيتبناها دابا هي ديال الانتصار، اللي غيعلنوا على باقي اطراف هذا الصراع. وبدا انهم غيرجعوا الاستفتاء وغادي يرجعوا ان الشعب السوداني يطلعوا واحد الرئيس اللي هو اللي غادي يكالمي هذا الشيء، وغادي يسير هاد المجزره اللي ولات في السودان، واللي الاخوه كيقتلوا الاخوه. كان هذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى من ان الرساله ديالي توصل. كنتمنى اي واحد سوداني، مغربي، جزائري، اردني، سعودي، تونسي، مصري اللي شاف هذا الفيديو واللي يقدر انه يساهم في البارطاج ديال هذا الفيديو، ويطلعوا في اللايكات وينشروا مع الاقارب ديالو، باش الشعب السوداني يوصل الصوت ديالو، حيت راهم متضررين بزاف وما كاينش الفرق بينهم وبين الاخوه ديالنا الكرام في غزه. فكنتمنى ان هذا الفيديو يكون فادكم ويكون وصل الصوت ديالي على الاقل. على الاقل هذا الفيديو نوصل لواحد 1000 بارطاج، واحد 2000 مشاهده، وعلى الاقل واحد 500 لايك. فإلا ما كانش بحال هذا الشيء، فراه ما كنظنش ان الصوت ديال الشعب السوداني غادي يوصل في في واحد الوقيته اللي يعني وجيزه، وغادي يزيدوا يتضرروا، وخصوصا ان بزاف ديال الناس ما كيدويوش على هذا الموضوع. كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جاي. باي.